طب انت ما انتش قادر، صح ما انتش قادر، لان نفسك دي جزء منك، هي انت، هي ذاتك. طب هي من جواك عماله تعبانه. الشيطان دوره ايه في الوسواس القهري؟ ان هو بيدي لك الخاطر بس، يدي لك الخاطر وانت تبتدي تقعد تكلم نفسك. طبعا لازم هتحتاج شويه حاجات طبيعيه تساعدك على هذا الامر الاول، واشياء اخرى، لان طبعا انت في الاصل انسان حساس زياده عن اللزوم، يعني يعني اي حاجه بتمر عليك بتفضل تفكر فيها وتاخد وتدي جوه صدرك. الاخدان والرد جوه الصدر ده المفروض احنا ما نعملوش، لان دي وسوسه نفس. دايما لو لقيت نفسك بتاخد وبتدي كده جوه صدرك امنع هذا الشيء، لان في فرق كبير بين التفكير والسرحان. السرحان لازم انت كده، لازم ممكن تسمع حاجات ولازم تشوف حاجات، لان انت دايما بقيت لا انت نايم ولا انت صاحي. هنوصيك بشويه حاجات بسيطه وتتصل تطمنا عليك. هتعمل جلسات تلج، قطع ثلج كده، ثلج كبيره تدلج بيها الجبهه، تثبت في المنتصف الصدغ ده كده وتثبت، الصدغ ده كده وتثبت، الصدغ ده كده وتثبت، ووراء خلف الراس من ورا كده وتثبت، منطقه النحر هنا النقره بتاعت الرقبه دي كده وتثبت، على القلب وتثبت، الفقره السبعه اللي هي في اخر اسفل الرقبه واعلى الظهر تعمل وتثبت. وتشرب تلبينه معلقتين على نص كيلو لبن على 3 كوبايات في اليوم، وتستصبح ب7 تمرات، وتدهن القوره الجبهه يعني بالصدغين بزيت النعناع قبل النوم، وان شاء الله هتبتدي تتحسن. يعني جلسات التلج يعمل 5 مرات جلسات تلج في اليوم. حوالي كام يوم بقى البرنامج كله؟ لمده شهر. لمده شهر. ويطمنا عليه. هو طبعا هيبتدي يحس بتحسن، بس المشكله ان هو على قد ما يقدر ما يدخلش نفسه في متاهات تفكير. بالظبط. لازم يترك الوسوسه. يمكن نقول طرفه من طرف السلف، احد السلف جاله واحد بيشتكي ان هو عنده وسواس. تمام. غالبه الوسواس ده، والوسواس ده بيقول له دايما، بيقول له غالب ما ياتيني واشده ان يقول انك قد طلقت زوجتك. سبحان الله. فقال: لم تاتيني البارحه لتطلق زوجتك؟ قال: لا والله. قال: اذا اتاك الشيطان وقال لك فاحلف له كما حلفت لي. فهو افضل علاج لترك للوسوسه ترك الوسواس نفسه. بارك الله فيك. طب اخوانا في الكنترول يجهزوا الصور اللي احنا المفروض هنبدا الكلام بيها، عشان ولا زلنا اعزائي المشاهدين ان احنا بنفرق بين الساحر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب ال7 الموبقات، والمعالج بالقرآن الكريم الذي يتخذ القرآن طريقا للشفاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طبعا احنا كنا طرحنا وبدأوا بالصور. طيب في جدول كده ظاهر على الشاشة، ما انا كان نفسي اشوفه بس النصيب. ف الجدول ده بيوضح ان البخور عند الجن والسحرة ليه اصول. تمام. ليه اصول، يعني مش كده وخلاص. ان فعلا هتجد نوع معين من البخور يتناسب مع كوكب معين، مع طريقة معينة، مع يوم معين. الساحر بيحدد هذه الاشياء، وكل بخوره ليه غرض، اما بالعطف او بالصرف او بالضر، على حسب ايه استخدامه. يعني اذن هو علم كما قلنا من قبل. هو الشياطين ما كده يعلمون الناس السحر. يعلمون. فالسحر علم. نعم. علم ما حدش ينكر ان هو علم. صح. بس علم شر علم كفر. وكل ما بتتعامل بالاصول الموجوده دي، الشيطان يدي للشخص اللي هو عايزه في هذا الامر، طالما هيكفر بالله وطالما هيخلف امر المولى عز وجل. الصوره اللي بعديها طبعا طلاسم كده وحاجات. طبعا دي بعض الطلاسم وبعض الاستغاثات بالجن، وفيها ان هو يعمل بخور معين بغرض انه يؤدي الشيء ده او يفعله. يعني مثلا بيعمل بخور معين جاوي، بيعمل بخور معين. وفيها حروف غريبة كده، الحروف الغريبة كل دي طلاسم وهتلاقي في اسامي جن وفي اسامي جن. طب الحروف دي يا شيخ سامي بالمناسبة، يعني هل لما تتجمع بتدي كلمة معينة؟ هل السحرة بس اللي بيقرأوها؟ هل أي حد بيقرأها؟ هي الحروف دي عند السحرة كل حرف وله مدلول. يعني هم عندهم جداول. ان شاء الله لما نيجي نتكلم السحر بيتعمل ازاي والسحر بيبقى ساحر ازاي، الجداول دي كل حرف وله مدلول عنده، وكل رقم وله مدلول عنده. سبحان الله. في ارقام بتبقى ليها مدلول مثلا على اسم من اسماء المولى عز وجل. سبحان الله. فيحط في وسط الايه الكفر والشرك، هو معروف ان حاطط الحرف ده بغرض ان ده عشان يدنس اسم المولى عز وجل الفلاني. وكل حرف وليه مدلول
عند السحرة بجداول مكتوبة عندهم ان شاء الله هنجيبها وهي ايه يبان هذا الامر. طيب طبعا انا مش شايف اي حاجة وان شاء الله ناخد اللي يعني بعديها. في طبعا نفس الجدول. طبعا ده ما يصون لابن صليح. بص ده يعني صنف من الجن، ملك من ملوك الجن. دي كل دي صور من كتب سحر، احنا شاطبين على بعض الاشياء عشان ما ضعاف النفس ما ايه ما يروح يقول لك حلو نعمل ايه. ما في ناس بتتفرج علينا مش عايزه تصلح، ما يصدق ممكن يلاقي حاجه يروح عاملها يعمل بالعكس. يعني انت بتنصحه ان هو يقرب من ربنا يقول لك حلو طب ايه انا من غاز من احمد طلب ايه هروقه. فالشاهد ان ده تسليط جن، يعني تسليط جن ملك من ملوك الجن بيعمل له قربات معينه ببخور وطلاسم وبعض الاذكار والادعيه بحيث ان هو ايه يعمل له الطلب اللي هو عايزه اما بالصرف او أيوة. بالعطف. بالظبط. الصوره اللي بعديها. وطبعا لا شك كما اكدنا من قبل ان الانسان طالما ملتزم بالذكر والتحصين الشرعي هو في امان. يعني هو بفضل الله في امان، الا اذا ربنا قدر، ولو ربنا قدر برضه بيكون الامر خفيف ويكون المسلم بيبقى راضي وقانع وبيتحمل هذا الامر وبياخذه ان هو منحه من ربنا سبحانه وتعالى. الله. الصوره اللي بعديها نفس عازمه الاقسام. المشكله ان كل سوره وليها قصة فالله المستعان. طبعا ده برضو على نفس الوتيرة، استخدام بعض الاستغاثات بالجن مع الطلاسم مع أنواع معينة من البخور لإيه لتسليط جن بغرض الايه الصرف أو العطف. تمام. الصورة اللي بعديها يا أستاذنا. طب الوقت بالنسبة للعزائم الموجودة في الكتب دي، بعض الناس بتجد الحاجات دي. طب هنا الصورة ده طبعا نوع من أنواع البخور اللي بيستخدم في عملية الايه هذا السحر. الجن احنا قلنا المرة اللي فاتت وهنأكد المرة دي ان هو فعلا احنا على فكرة بالمناسبة احنا اتكلمنا على البخور المرة اللي فاتت وكمل المفروض ان احنا نكمل النهارده، بس ناخد ابتسام من القاهرة ونرجع للبخور عشان ما نتلخبطش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ايوه عليكم السلام. اتفضلي. عليك سعرك. اتفضلي. وطي التلفزيون بعد اذنك شوية. طيب ماشي. اتفضلي. السلام عليكم. عليك سعرك. اتفضلي. الشيخ سامعني؟ اتفضلي الشيخ سامعك. هو حضرتك كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هو انا كنت رحت لواحد يعني يقال ان هو بيعالج بالقرآن. نعم. فما قرأش عليه قرآن ولا اي حاجة خالص، وقال لي انت معمول لك سحر. وبعد كده يعني قعد ضربني وخلاني اتكلمت كده بكلام غريب. طيب انت كنت واعيه اللي بتقوليه ولا كنت حاسه ان انت مجبوره على كده؟ لا كنت حاسه ان انا مجبوره على كده. مجبوره على كده يعني لسانك بيتحرك لوحده؟ وكأن دماغك فيه زي دوخه زغلله كده، زي كأنك شبه نايمه؟ لا انا حاسه بيهم كلهم بس مش انا اللي بتكلم، حتى الكلام اللي كان بيقوله كان من واقع حياتنا. طيب انت في حد ذاتك شفتي قبل كده حد نطق عليه جن؟ لا خالص؟ لا بس هو كان بيعمل حاجات غريبه وبيكتب على ايدي بالقرآن. طب خلى ايدك اتحركت وطلعت في الهواء وكده وصوابعك اتحركت؟ ما هو الله يبارك له يعني ويهديه لبسك الجن. هو يعني هو انت سليمه وزي الفل راح ايه؟ لا حول ولا قوه. ملبسك الجن عشان هو اللي بيخلي ايدك تتحرك ويخليكي تتكلمي غصب عنك مش بمزاجك. انا ساعتها وانا يعني انا بفضل الله عز وجل ملتزمه الحمد لله وبحفظ القرآن مع القرآن دايما. بقيت اخاف دلوقتي يعني انا سبته ما كملتش معاه لان هو لا يجوز شرعا اصلا هو بالمعالجه يمس امراه فانا سبته. هو ماما هو اصلا عمل جواكي هزه نفسيه. ليه؟ يعني هو عمل عندك خلل نفسي وفي نفس الوقت اذاكي بالجن. الخلل النفسي ان انت اتفاجئت ان انت بتعملي حاجات ما انتش انت اللي عايزه تعمليها. ايوه بتعمل بمسلوبه اراده. وده مش يعني يا ريت انت كلامك ده الناس كلها تتعلم منه ان السحره ما بيفيدوش حد، دول بيأذوا. بالظبط. ما من سهل المعالج بالقرآن بيقرا قرآن بس، ولازم الصوت يبقى باين، ولازم يكون بيقرا القرآن وبيتجوده. لا ما حاجه وشربني. ده كتب على ايدك وممكن يكون كتب على دماغك وخلاكي ايدك تتحرك وتبداي لسانك يتكلم لوحده. ايوه شربني ميه عليها
مقروء عليها في لونها احمر كده. وقال لي دي ميه ورد وزعفران ومسك. حسبي الله ونعم. طب في سؤال تاني يا انسه ابتسام؟ بس انا عايزه اعرف دلوقتي انا فعلا عندي حاجه او هو كده اذاني فعلا اذاكي بس الامر سهل. بعد اذنك يا شيخ سامي هنجاوبها عبر التلفزيون بعد اذنك. طيب وسؤالك وصل والشيخ هيجاوبك ان شاء الله، تابعينا بعد اذنك. بصي هو اذاكي بس الامر سهل، يعني الامر مش صعب، الامر اساسا مش صعب. انت يعني الساعه ده كان سبب في ان فعلا هو اللي بيحصل. بيكتبوا ده بيسموه جن كف، يعني في ناس دي طريقه من ضمن الطرق العلاج الكفريه. لما نيجي نتكلم في هذه الطرق هنقول هذا الامر. بيكتب طلاسم على الايدين، وممكن يكتب حروف مفرطه من القران.